التكنولوجيا وضرورة تأمين المناخ المناسب من قبل المؤسسات التربوية لتحقيق فرص استخدامها من أجل تطوير مهاراته، وذلك في نقاش بناء وهادف مع ضيفة الحلقة الدكتورة فيولا مخزوم، وهي أكاديمية وباحثة في تكنولوجيا التربية والذكاء الاصطناعي، أستاذة جامعية في الجامعة الإسلامية في لبنان منذ أكثر من 11 عاماً، مشرفة على أبحاث طلبة الدراسات العليا في مرحلة الماجستير في جامعة القديس يوسف في بيروت، حاصلة على درجة الدكتوراه في العلوم التربوية من جامعة القديس يوسف أيضاً في بيروت، بالإضافة إلى 3 شهادات ماجستير في تخصصات الإدارة المالية، إدارة الأعمال والإدارة التربوية. يحاورها معد ومقدم البرنامج الصحفي والكاتب علي يونس، وذلك يوم السبت 18 تموز الساعة 9 مساء في بث مباشر على الشبكة الإعلامية تايم نيوز لبنان وقناة سنا نيوز. يتخلل الحلقة مداخلة للمخترع رئيس نقابة تكنولوجيا التربية في لبنان النقيب ربيع بعلبكي. يمكن للراغبين في المشاركة في طرح أسئلة أو استفسارات تجيب عنها ضيفة الحلقة. كونوا بانتظارنا. مساء الخير. تحية ممزوجة بعباء التقدير لكل معلم لهالرسالة يلي قدم كل ما عنده وبعده عم يقدم. تحية لهالإنسان يلي هو وطن وأرض وروح بعدها عم تناضل بسبيل العيش وتأمين حياة كريمة وآمنة. ولهيك كانت فكرة البرنامج تسليط الضوء على القضايا التربوية بمهنة التعليم وتحديات المعلم بظروف غير صحية وأحيانا عم تكون سامة. ولكم أعزائي المشاهدين تحية مفعمة بكل التقدير على متابعتكم على موقع الشبكة الإعلامية تامي نيوز لبنان وقناة سنا نيوز وفيسبوك ويوتيوب، على أمل تتكلل بالاستمرارية والإعجاب. والتحية الأكبر لرئيسة ومديرة الشبكة الإعلامية تايم نيوز لبنان وقناة سنا نيوز الإعلامية عطاف الخشن، والمتمثلة برئيس مجلس الإدارة سمو الأمير حسين آل علي. حلقتنا الثالثة لليوم بعنوان المعلم في عصر الذكاء الاصطناعي، تحديات وفرص للتطوير. لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية مستقبلية، بل أصبح واقعا يفرض حضوره داخل المؤسسات التربوية. ولكن بين ما يتيحه من أدوات تدعم التعلم وتوفر الوقت، تبرز تحديات جديدة تفرض على المعلم تطوير مهاراته. وأما نجاح توظيف هذه التقنيات لا يرتبط بالأدوات وحسب، بل بعوامل يجب استثمارها بوعي ومسؤولية. فما هي هذه العوامل؟ وكيف يمكن للمعلم مواكبة هذا التحول والحفاظ على رسالته التربوية والإنسانية في الوقت عينه؟ هذا ما سنناقشه في حلقة اليوم مع ضيفتنا الدكتورة فيولا مخزوم، وهي أكاديمية وباحثة في تكنولوجيا التربية والذكاء الاصطناعي، أستاذة جامعية في الجامعة الإسلامية في لبنان منذ أكثر من 11 عاماً، حاصلة على درجة الدكتوراه في العلوم التربوية من جامعة القديس يوسف في بيروت، بالإضافة إلى 3 شهادات ماجستير في تخصصات الإدارة المالية، إدارة الأعمال والإدارة التربوية، مشرفة على أبحاث طلبة الدراسات العليا في مرحلة الماجستير في جامعة القديس يوسف في بيروت، ممثلة معهد العلوم الاجتماعية والاقتصادية التركي إكسات في لبنان والشرق الأوسط، ولديها رصيد من الأبحاث العلمية المنشورة في مجالات التربية والعلوم الإدارية في مجلات محلية ودولية محكمة باللغتين العربية والإنجليزية.
لها مشاركات وإطلاقات ومساهمات عديدة، فقد شاركت في تنظيم وإدارة عدد من المؤتمرات العلمية الدولية في ألمانيا وتركيا ولبنان، وساهمت في دعم البحث العلمي وتعزيز مشاركة طلبة الدراسات العليا في المحافل الأكاديمية الدولية. ومنذ عام 2022 وحتى اليوم أطلقت وأدارت أكثر من 88 مؤتمرا علميا دوليا مجانيا موجها لطلاب الدراسات العليا والباحثين، كما ساهمت في إتاحة فرص النشر العلمي المجاني في المجلات الأكاديمية دعما للباحثين. لها كتاب بعنوان قيادة التحول الرقمي في الفصول الدراسية، دور المعلم في عصر التكنولوجيا، حاصلة على عدد من الجوائز والتكريمات، من أبرزها جائزة جلوبال تيتشر أوورد لعام 2023، ووسام صناع التغيير لعام 2021، وجائزة أفضل باحث أكاديمي لعام 2020. أهلا وسهلا بك دكتورة فيولا مخزوم، نرحب بك ونتشرف بوجودك معنا، قامة أكاديمية علمية تربوية تضيف للبرنامج وتغني حلقتنا. هل لديك كلمة تحبين أن تقوليها قبل البدء بحوارنا؟ تفضل. بداية شكرا أستاذ علي على هالمقدمة، وأكيد شكرا على الاستضافة، وبدي رحب بكل اللي عم بيتابعونا اليوم، وبتمنى تكون هالحلقة مفيدة يعني للجميع، ونقدر نقدم كمان شيء جديد أو إسهام بسيط يعني لكل الأساتذة اللي عندهم أي هاجس من اليوم دخولنا يعني عصر الذكاء الاصطناعي بكافة مناحي الحياة. شكرا لك دكتورة. أعزائي المشاهدين، نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ حوارنا مع الدكتورة فيولا مخزوم. لم يعد دور المعلم يقتصر على نقل المعرفة، بل أصبح مطالبا بمواكبة أدوات جديدة تعيد تشكيل العملية التعليمية. وبين الفرص الكبيرة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي تبرز تحديات تتعلق بالحفاظ على جودة التعلم وتنمية التفكير النقدي وضمان النزاهة الأكاديمية. كما يواجه المعلم مسؤولية تحقيق التوازن بين الاستفادة من هذه الأدوات والحفاظ على البعد الإنساني في التعليم. وتفرض هذه المتغيرات الحاجة إلى تطوير مهاراته الرقمية وأساليبه التربوية باستمرار. وفي المقابل يزداد التساؤل حول مستقبل العلاقة بين المعلم والطالب في ظل الاعتماد المتنامي على الأنظمة الذكية. فهل سيبقى المعلم محور العملية التعليمية، أم ستعيد أدوات الذكاء الاصطناعي رسم حدود هذا الدور؟ وهل يستطيع المعلم تحويل هذه التحديات إلى فرص تسهم في بناء تعليم فاعل وإنساني؟ جيد. دكتورة، انطلاقا من التقرير يلي شفتي وسمعتي، نشهد اليوم تحولات رقمية وتسارع كبير في التطور التقني، ما يتطلب من المعلم أن يعيش هذا الواقع الذي هو عصر الذكاء الاصطناعي. من خلال ما رأيته، أكيد رؤيتك الأكاديمية والتربوية في هذا الأمر، تفضل. حقيقة اللي ورد بهذا التقرير بيعكس يعني التحول اللي عم نعيشه، لأنه مثل ما حضرتك شفت بالتقرير الذكاء الاصطناعي ما بقى مجرد أداة يعني تقنية مساندة، بل صار يعني عنصر مؤثر بصميم العملية التعليمية، بدءا من تصميم المحتوى التعليمي، تحليل أداء الطلبة، وصولا لتقديم تجارب يعني تعلم أكثر تخصيصا ومرونة. كمان اليوم يعني فيك تقول لازم يعني نشوف هالتحول بوعي وواقعية، لأنه الذكاء الاصطناعي ما بيمثل نهاية دوره لهالمعلم أو لهالأستاذ أبدا مثل ما عم يشاع، بل يمثل بداية لمرحلة جديدة يعاد فيها تعريف هيدا الدور، لأنه المعلم لم يعد دوره يقتصر يعني مثل أيام زمان بس على نقل المعرفة أو تقديم المعلومات، لأنه الوصول للمعرفة صار متاح بشكل غير مسبوق لكافة الطلبة. هون المعلم صار دوره إنه يعني أكثر أهمية. ليه؟ لأنه صار قائد لهيدي العملية التعلم،
وموجه للتفكير النقدي عند الطلبة ومصمم للتجارب التعليمية لحتى يبني هالعلاقات الإنسانية داخل هالبيئة التعليمية. حقيقة التحدي اليوم إذا بدك من بعد ما شفنا الفيديو نحن واللي عم بيتابعونا فينا نطرحه من خلال هالسؤال يعني اللي هيك خطر لي: هل نستخدم الذكاء الاصطناعي أم لا؟ بل يعني انه بنستخدمه لهالذكاء الاصطناعي او لا؟ مش هيدا هو السؤال اللي لازم نطرحه، السؤال هو بل في كيفية استخدامه يعني بطريقة مسؤولة واخلاقية بتخلي هالتكنولوجيا بخدمة الانسان، مش الانسان تابع للتكنولوجيا. صحيح. أكيد خلال نقاشنا دكتورة فيولا رح نحكي عن دور المعلم وأهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية أكيد خلال الحديث، ولكن اليوم المعلم بيحتاج وبيتطلب منه مهارات معينة لحتى يقدر يستخدم الذكاء الاصطناعي. شو هي المهارات اللي لازم تكون متوفرة أو يشتغل على حاله كرمال يكون قادر على مواكبة يعني التقدم السريع والذكاء الاصطناعي؟ السؤال هو شو هي المهارات اللي بيقدر انه يحققها او لازم يتقنها لحتى يقدر يستخدم ادوات الذكاء الاصطناعي، بس مع من دون ما يفقد دوره التربوي والإنساني داخل المؤسسة التربوية. يعني شو هي المهارات اللي لازم يتقنها ولكن بالوقت عينه ما يفقد دوره التربوي والإنساني؟ تفضل. حقيقة نحن ما فينا نختزل دور المعلم فقط واستعداده لعصر الذكاء الاصطناعي بتعلم استخدام بعض التطبيقات. ليه؟ لأنه الأدوات مثل ما الكل عم بيلاحظ عم تتغير كل شوي، يعني كل كم شهر عنا أدوات جديدة وعم نستغني عن أدوات كنا عم نستخدمها قبل وعم نبلش نستخدم أدوات جديدة. المهارات اللي بيحتاجها المعلم هي اللي بتبقى معه لسنوات. يعني نحن اليوم لا نحتاج إلى معلم يحفظ أسماء التطبيقات، بل إلى معلم يمتلك عقلية رقمية قادرة على التعلم والتكيف المستمر، وهيدي من أهم المهارات اللي لازم يكون عنا إياها كلنا اليوم لحتى نقدر نواكب هيدي التغيرات وهيدي التحديات بما معناه احتضان التغيير. من هيدا المنطلق نحن عنا 5 مهارات جوهرية لازم يمتلكها كل معلم، ولازم نشتغل على حالنا لنمتلكها. يعني اهم نقطه اليوم قبل ما افوت بالمهارات انه ما ننطر حدا بهذا العصر اللي نحن فيه ياخذنا من ايدنا لحتى يعلمنا شيء جديد او لحتى يعلمنا مهاره جديده او ليأكد علينا انه لازم نمتلك هيدي المهاره. لازم كلنا نشتغل على حالنا من منطلق مهاره التعلم المستمر لنقدر يكون لنا ونحفظ لنا مكان بسوق العمل، شو ما كان نوع يعني العمل اللي نحن بنمارسه، سواء كنا اساتذه او كنا اطباء او كنا محامين او كنا حتى بنشتغل بالقطاع المالي، فنحن او حتى القطاع الاعلامي كمان عليه هيدا الضغط مثل القطاع التربوي بموضوع الذكاء الاصطناعي. اول شيء يعني لازم يكون عندنا. نعم. نعم، يعني تنطلق من فكرة الإيمان الشخص بذاته بأنه صحيح. لازم يشتغل على حاله، مش ينطر حدا سواء مؤسسة أو لا، لازم يكون في إقبال ذاتي، يعني هو بده يكون من تلقاء نفسه. تفضلي. نعم دكتورة، بس كنت صحيح. يعني أعقب على الفكرة. أول شيء لازم ننطلق منه إنه توظيف، يعني الكفاءة في توظيف الذكاء الاصطناعي وليس مجرد استخدامه، لأنه المعلم لا يحتاج إلى معرفة كيفية، يعني ما بيحتاج بس إلى معرفة كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بل إلى معرفة متى يستخدم هذه الأدوات وليه عم يستخدمها لهيدي الأدوات وإمتى ما بيستخدمها لهيدي الأدوات. لأنه القرار التربوي يبقى مثل ما بنعرف قرارا بشريا حتى وإن ساعدتنا التقنية في تنفيذه. يعني نحن بمحلات معينة الذكاء الاصطناعي شريك معنا، أدواته شريكة معنا، بنستخدمه ليسهل علينا الوقت، ليسهل علينا العمل، ليخفف من الأخطاء، ولكن لما بدنا ناخذ القرار بيرجع لنا من الاناليسز اللي بنعملها بهالستبس اللي نحن اعتمدناها قبل لنوصل للقرار الصحيح. ثاني شيء مفروض كلنا يكون عندنا مهارة التفكير النقدي ونشتغل عليها أكتر وننميها أكتر لحتى نعرف نتحقق من المخرجات اللي نحن عم نستخلصها من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. وإلا كيف بدي أعرف إذا هل المخرجات اللي أنا عم طلعها كانت صحيحة أم لا؟
يعني اليوم الذكاء الاصطناعي مثل ما الكل بيعرف منه معصوم من الخطأ، في ناس بتتبنى الفكرة مثل ما هي كوبي بيست، وهيدا هو الخطأ القاتل. يعني ابدا الذكاء الاصطناعي حتى هو كل معظم التطبيقات بتحط لك مسج صغيره تحت انه انا مني ممكن يعني ارتكب خطا معين، انا عم بعمل لك اناليسز، انا عم ولد لك المحتوى، انا عم بحط لك هالخطه. حتى يعني اوقات كمان بيقدم معلومات الذكاء الاصطناعي غير دقيقه، او حتى المراجع بتكون غير صحيحه. كرمال هيك كل ما انا كان عندي التفكير النقدي الكريتيكال ثينكينج متطور ومشتغله على حالي فيها، وبعدني عم بشتغل على حالي فيها، كل ما انا قدرت اتاكد من مخرجاتي وجنب حالي هيدا الخطا. ثلاثة بده يكون عندي إعادة تصميم التعلم. يعني ما بقى اليوم مطلوب مننا نحن كأساتذة نشرح الدرس بالطريقة نفسها اللي كنا نشرحها قبل ما يكون في يعني موجود الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وأدواته، لأنه اتفقنا أنه هالمعرفة الطالب قادر يحصل عليها بشتى الطرق، فصار لازم نعيد عملية تعريف لهيدي طريقة التعلم والتعليم لحتى نقدر نصمم تجربة تعلم بالكامل تتوافق مع متطلبات الذكاء الاصطناعي والأنشطة التفاعلية والتعلم، يعني عفوا، والتقييم القائم على حل المشكلات، وأهم شيء ننمي عنده الإبداع بدل من التركيز على الحفظ والتلقين. وهيدي بدها سلسلة خطوات، بدها تكون أول شيء المؤسسة مؤمنة بهذا الموضوع لتنعكس على الكالتشر بكل المدرسة لحتى الأستاذ يقدر يواكبها. رابع مهارة والأهم هي القيادة الأخلاقية الرقمية، لأن نحن عم نشوف إنه عم نفقد كتير من أخلاقياتنا الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي باستغلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وخاصة تأثيرها السلبي على الجيل الصغير. وهذا الشيء عم نشوفه بطريقة كتير كبيرة، لأنه يعني اليوم مش مهم كيف أنا بس علمه يستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي للطالب، مهم علمه كيف يستخدمها بطريقة أخلاقية، بطريقة ما تأثر على نموه الفكري ولا تعطله طريقة تفكيره. بدي علمه كيف يحترم الخصوصية، وهيدي شغلة كتير مهمة، كيف يحترم الملكية الفكرية، كيف يقدر هو ينتج أفكاره الخاصة، ممكن يعمل لها إعادة صياغة أو تاتش بسيطة مع هالأدوات، كيف يعني كيف هو يحترم طريقة تفكيره ونمط تفكيره، ويخلي الذكاء الاصطناعي شريك معه مش بديل عنه. هي شغلة كتير أساسية وبدها تعب لتقدر تأثر بالطالب لهيدا، يعني بهالطريقة هيدي، ويقدر الطالب يوافق معك. لأنه ممكن هو يقول لك إيه ما رح استخدمها للأداة كليا، بس أنت بالبيت ما عندك كنترول عليه. وهيدي كالتشر لازم نحن ننميها بكل المراحل الدراسية. آخر نقطة لهيدا السؤال اللي بدي أقول لك إياه هو ضروري جدا يكون عندنا كمان كلتشر المحافظة على الذكاء الإنساني، لأنه هو النقطة الأساسية اللي بننطلق منها بكل شيء. هيدي المهارة هي الأهم، لأنه أصبح اليوم الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاء من قبل، وصار إذا بدك توليد المحتوى والنصوص من الصعب إنه نحن نقدر نميز بينه وبين اللي بيولدها الإنسان. كرمال هيك صرنا بحاجة لننمي ونحافظ على الذكاء الإنساني، لأنه كل ما ازدادت يعني القيمة اللي بتميز الإنسان من التعاطف والإلهام وبناء العلاقات والتواصل الفعال وفهم الفروق الفردية والقيم. بدنا نرجع من أول وجديد ننمي القيم ونغرسها بنفوس يعني الطلاب بكل المراحل، وتحفيز الفضول العلمي عندهم. كل ما قدرنا نحن نحافظ على الذكاء الإنساني ويعني نوصل هالطالب لبر الأمان من خلاله. يعني فينا نقول دكتورة من خلال اللي تطرقتي له، إذا بدنا نحكي عن شخصية المعلم بعصر الذكاء الاصطناعي بالمراحل يلي قلتيها عن المهارات، في بده يكون يعني إذا بدنا نلخصها بنقاط فينا نقول إنه لازم يكون صانع محتوى، باحث عن المعرفة، ناقد، وفي الوقت عينه يجب أن يكون ملتزما بكل الأخلاقيات والحفاظ على الثقافة والقيم والعناوين التي تطرقتي إليها. هل ما يعني قيل أو بهذا التلخيص يمكن أن يصب فيما ذكرتي؟ عفوا، بس آخر يعني تقريبا جملتين ما سمعتهم من حضرتك. أنا أقول أن يعني تلخيصا لما ذكرتي من المهارات، يمكن أن نقول أن المعلم يحتاج إلى أن يكون صانع محتوى، باحث عن المعرفة، ناقد،
مع ضرورة الالتزام بالأخلاقيات، مع الالتزام بالقيم والثقافة لكي يغرسها وينميها عند التلميذ. يعني تبدأ بالمعلم أولا ثم تنتهي عند التلميذ. صح، يعني هون بتبقى قيمة المعلم، وهون بتبدأ رسالته الحقيقية لما يقدر يؤدي هيدا الدور. يعني اليوم صار في ضغط أكبر على المعلم، قبل كان مثل ما قلنا مهمته ينقل هيدا المعرفة، اليوم صار عليه ضغط أكبر. يعني أنت اليوم بدك يكون عندك كل هيدي المهارات او هيدي السكيلز لتقدر انت تنقلها لطلابك، لانه اذا انا ما عندي اياها هيدي المهاره ما بقدر انقلها للطالب ولا بقدر اقنعه فيها، لانه هي مش اقناع، هي تدريب عليها من خلال كل الكورسز اللي انا عم بعطيهم سواء بالمدرسه او بالجامعه. بده يكون في آلية معينه واعاده طبعا تطوير المناهج لحتى نقدر نحن نخلي هذا الطالب يواكب بالطريقه الصحيحه، وما يكون يعني استخدامه للاي اي كانه شيء غريب. بده يكون بكل بساطه وسلاسه انه هو عم يستخدم هالتطبيقات وهالبرامج وكانها يعني اداه من هالادوات اللي بنستخدمها مثل الاله الحاسبه او مثل اللابتوب او مثل هيدي الخبريات. يعني نتاقلم معها لما تاخذ من يعني لما تاخذ من حيز كبير من طريقه تفكيرنا او تاخذ محلنا بالكامل. كل ما قدرنا نتعامل معها بطريقه يعني عفويه وكانه هي مساعد لنا وعلمناه يعني يستخدمها بهذا الاسلوب، كل ما فدناه واستفاد هو اكثر. لانه اليوم انت عم تبني له شخصيته الرقميه، ما بقى في عندنا بس الشخصيه يعني مثل قبل او السمعه العاديه، صار عندنا السمعه الرقميه والشخصيه الرقميه والاخلاقيات الرقميه، وهو 3 قصص بدنا نركز عليهم كثير بكل يعني فيك تقول الفيدباك اللي بدنا نطلعه من الطالب خلال هيدي العمليه. شكرا لك دكتورة. رح نتابع كمان بفكرة اليوم موجودة. نحن هلأ عم نعيش أكيد هيدا العصر، وهو عصر بمطرح من المطارح بيصير الإنسان بيطلع وبيقول نحن لوين رايحين. الإنسان في خوف، في قلق، في مصدر إزعاج لإله. لا، هلأ عم نشوف إنه عم بيصير في ألحان عم تصنع بالذكاء الاصطناعي، ناس عم تغني بالذكاء الاصطناعي. يعني هيدي الثورة الرقمية وهيدا الاجتياح الكوني اذا بدك لهيدا للذكاء الاصطناعي سبب قلق للانسان. اذا ما نحكي من انطلاقا من هيدي الفكره وقد ايه هو الذكاء الاصطناعي صار بوتيره كثير سريعه وكثير اكيد بمطارح من المطارح عم تكون مؤذيه للانسان. رح نشوف كيف وباي طريقه، لكن انا بدي احكي عن هيدا الانتشار السريع للذكاء الاصطناعي. شو رايكم لمستقبل العلاقه بين الانسان والاله اذا عم نحكي بالصف الدراسي؟ شو رؤيتكم لمستقبل العلاقه بين الانسان والاله؟ وهل سيكون المعلم شريكا للذكاء الاصطناعي ام مجرد مستخدم لادوات؟ يعني هلا المعلم بيقول نحن، او كثير بنسمع من المعلمين بيقولوا نحن 3-4 سنين رح نقعد ببيوتنا، رح يكون الذكاء الاصطناعي هو عامل شغله. وهيك هيك بيصيروا في هيدا القلق، يعني قلق انه الاستغناء عن الانسان، الآلة او الذكاء الاصطناعي او الروبوت او رح يصير في استغناء عن الانسان. شو رايكم لمستقبل العلاقه بين الانسان والاله؟ هذا الشق الاول من السؤال، رح تابع معك في الشق الثاني. تفضلي. اول شيء بدي اقول لك قبل ما بلش يعني بالاجابه على السؤال الرئيسي اللي حضرتك طرحته، بدي اقول لك شيء. اليوم مش يعني شيء كتير مهم انه نحن بس نعرف نستخدم على صعيد الدول، عم بحكي مش بس على صعيد الافراد، يعني أطنبة أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي. نحن حنوصل لوقت حيكون في كوميتي للدول اللي هي مسيطرة على هذا الذكاء الاصطناعي، مثل هلا خبرية الطاقة يعني، والدول اللي هي خاصة بهذا التكتل الخاص بالطاقة الذرية. فنفس الشيء حنوصل لمكان بالذكاء الاصطناعي، بصير هيدي الدول تسمح لك انت كدوله تستخدم الذكاء الاصطناعي. يمكن بقطاع التعليم ممنوع تستخدمه، تنقول بالقطاع الامني فيك تستخدمه، بالقطاع الطبي ممنوع تستخدمه، مثلا بقطاع المالي. فيعني كمان الدول هي كدول بدها تشتغل على حالها لتكون ضمن هيدي الكوميتي اللي بدها تصير، لما تكون بس هي مستهلكه مش منتجه. لانه اذا كانت مجرد مستهلكه طبعا هذا الشيء حينتقص منها ومن كل وجودها. نتابع. هناك مشكله حصلت. نعم.
سيدة فيولا، نعتذر عن الخطأ الذي حصل أعزائي المشاهدين. كنت وصلت إلى فكرة دكتورة فيولا عن الرؤية المستقبلية، وتحدثت عن أن يعني هناك شيء سيكون له يعني سيطرة على الذكاء الاصطناعي أو توجيه من للذكاء الاصطناعي. هل أعدت لتكون الفكرة واضحة لي وللمشاهدين لو سمحتي؟ اوكي، كنت عم اقول انه عم نحكي عن مستقبل الدول ككل قبل ما نجي على مستقبل الافراد وخاصه الاستاذ. كنا عم نقول انه الدوله اللي ما حتكون هي ضمن الكوميتيه اللي بتكون مسؤوله عن الذكاء الاصطناعي حتكون فقط مستهلكه لانظمه وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. فهيدي الدول المتحكمه بالذكاء الاصطناعي بتصير تسمح لك انت كدوله يمكن تستخدمه بالقطاع التعليمي فقط، ممنوع تستخدمه بالقطاع الطبي، فيك تستخدمه بالقطاع المالي، ممنوع تستخدمه بالقطاع الامني وما الى هنالك. يعني بس نعرف نستخدم هذه التطبيقات هو منه انجاز ابدا. لازم نكون نحن فاعلين من خلال فهم هذه التطبيقات وبرمجتها وتطويرها لنحمي حالنا منها. هذا على صعيد الدول ككل. اما على صعيد الانسان، ولا مره كانت التكنولوجيا جايه لتاخذ محل الانسان. حياخد محل الإنسان هو الإنسان اللي بيعرف أكثر منك بالذكاء الاصطناعي. كرمال هيك مستقبل العلاقة بين الإنسان والآلة بالوصف الدراسي ما بيكون قائم على الاستبدال بل على التكامل. يعني الذكاء الاصطناعي مثلا إذا بدك اليوم الإيجنتيك AI، الذكاء الاصطناعي التوليدي، يمثل قوة معرفية جديدة نحن هلأ بلشنا نستخدمه، قادرة على تحليل البيانات، توليد المحتوى، دعم القرارات التعليمية، ولكنه يبقى فقط أداة تفتقر لأهم نقطة عنده إياها الإنسان، تفتقر إلى الحس التربوي القيمي الذي يمتلكه المعلم، اللي هو بيقدر يحفز الطالب، بيقدر يوقف حد الطالب، بيقدر يساند هيدا الطالب. كرمال هيك المعلم بالمستقبل ما رح يكون مجرد مستخدم لأدوات الذكاء الاصطناعي، بل سيكون قائدا. شوف هالمهمة الكبيرة اللي بدها تنضاف إلى مهامه، لأنه ما بيقدر يكون إنسان روتيني عادي الأستاذ بظل هالتقدم هيدا. سوف يكون قائدا لهذه العلاقة، فهو الذي يحدد أهم نقطة بهالعملية كلها، يحدد الأهداف التعليمية ويختار الاستخدام المناسب للتكنولوجيا، ويقيم أيضا النتائج اللي نحن بدنا إياها لنبني شخصية الطالب، لنشوف قد ايه هو حصل من هالكورسز اللي عم ياخدهم، لحتى يضل دايما الطالب هو محور العملية التعليمية. كرمال هيك إذا بدك يعني هالذكاء الاصطناعي بيقدر يعزز قدرات المعلم من خلال يعني تصميم تجارب تعلم أكثر تنوعا. يعني بيقدر يساهم انه يعمل تجارب تعليميه متنوعه حسب الفروقات الفرديه الموجوده بالصف. يعني كانه نحن عم نعمل لكل طالب الشيء اللي بيناسب قدراته لحتى نحن نقدر نوصله لبر الامان ونطور من هيدي يعني من هيدي القدرات. نحن أكيد خلال حديثنا رح نحكي عن الفرص يلي بتيحها الذكاء الاصطناعي على مستوى التخطيط للدروس ومجالات التخطيط وتطوير أداء المهني للأستاذ. سؤالنا الأخير في هذه الفقرة قبل ما نروح للفاصل دكتورة فيولا، إلى أي مدى تؤثر البيئة المؤسساتية في نجاح توظيف الذكاء الاصطناعي، وكيف تستطيع المؤسسات التربوية تمكين المعلمين الاستفادة من هذه التقنيات؟ إذا إلى أي مدى تؤثر البيئة المؤسساتية في نجاح توظيف الذكاء الاصطناعي؟ حقيقة إذا بدنا نكون دقيقين أكثر، يعني نجاح توظيف الذكاء الاصطناعي بالتعليم ما بيبلش بس من الأداة اللي بنستخدمها، بيبلش من المؤسسة اللي هي بدها تعتمد هيدا النظام وبدها يكون عندها وعي باستخدام هيدي الأدوات، وبده يكون عندها إيمان بأنه مثل ما ذكرنا قبل هو شريك مش جاي ياخذ مكان أي حدا. يعني اليوم أفضل إذا بدك تقنيات الذكاء الاصطناعي ما بتحقق أثر حقيقي أبداً إذا تم إدخالها ببيئة تعليمية لا تمتلك رؤية واضحة. يعني اليوم إذا ما عندي رؤية أنا شو بدي من استخدام هيدي الأدوات ما رح أحقق النتيجة أو الهدف اللي أنا خططت له أو رسمته.
كمان إذا ما كان عندي ثقافة داعمة لهيدا التغيير أو استعداد بشري فعلي موجودة عندي مش خايف. يعني أنا اليوم لازم طمن هالأفراد الموجودين عندي بالمؤسسة التعليمية طبعا من الأساتذة والطاقم الإداري إنه نحن جايبين شريك ليسهل علينا الشغل ونطلع نتيجة أفضل، لأنه رؤيتنا الميشن الفيجن الجولز اللي عندي هالثلاث نقاط الأساسيات بدي احققهم من خلال هيدي الادوات. لانه المؤسسه التعليميه اليوم لتستخدم الذكاء الاصطناعي مثل ما قلنا بتحتاج لرؤيه استراتيجيه واضحه حول دور هالذكاء الاصطناعي بالتعليم، لانه القياده الناجحه ما بتتمثل بس بشراء التقنيات بل بتحديد اهداف المطلوبه من هيدي التقنيات. كمان نحن اليوم عم نعيش تحول حقيقي، الكل طبعا بلش يلبسوا من عام 2019 وصولا لليوم، وال 2022 مع دخول الذكاء الاصطناعي عزز هيدا التحول. بيحتاج لبيئة تشجع كتير الابتكار والتجريب والتعلم المستمر، لأنه إذا كانت ثقافتنا بتعتمد على التردد وعلى الخوف من الخطأ أو مقاومة التغيير فمستحيل ننجح أو نقاوم أو نضل موجودين بسوق العمل أو بخط المؤسسات أو القطاع المؤسسي اللي نحن بننتمي له. كمان ما ممكن تنجح أي مؤسسة يعني بدها تتبنى الذكاء الاصطناعي إذا تعاملت معه كمشروع تقني منفصل عن المعلم، لأن الاستثمار الحقيقي لازم يكون اليوم ببناء قدرات أعضاء هيئة التدريس لنقدر نحصل على النتيجة المرجوة من استخدام هالتطبيقات وأنظمة الذكاء الاصطناعي. وما بدي أنسى كمان أهم شيء البنية التحتية اللي لازم تكون عندي بنية رقمية مناسبة لاستخدام يعني من المختبرات وكل الأدوات المطلوبة وسياسات واضحة. أهم شيء لازم يكون عندي حوكمة بهيدا الموضوع لأعرف كيف بدي أحمي هيدي البيانات، كيف بدي أحمي الخصوصية الرقمية، كيف بدي يكون عندي هالمساءلة والشفافية لا ما يصير عندي ولا أي مشكلة ولا أي شيء نقص يعني لا الطلاب ولا أهلهم ولا الهيئة الأكاديمية الموجودة عندي. كمان ما بقدر استخدم، وهذا شيء طبيعي، الذكاء الاصطناعي ضمن إذا بدك داخل نموذج يعني تعليمي تقليدي يعتمد على الحفظ والتلقين، لأنه كتير الذكاء الاصطناعي والكل أكيد بيلاحظ هو بيدفعنا لإعادة التفكير بالدور الأساسي للمعلم ودور الطالب أيضا، لأنه هو المحور الأساسي وطبيعة التقييم لحتى نقدر نشوف إذا نحن حصلنا هالأهداف المرجوة أم لا. وعلى كل حال هن هيدا الجيل هو يعني هن حابين استخدام الذكاء الاصطناعي، وعن جد فكرة التلقين مثل ما طرقتي إلى إنه نبعد عنها عند استخدام الذكاء الاصطناعي، لأنه هن بيهربوا منها وبيخافوا وما بيحبوا المدرسة لهيدا السبب. رح نكمل معك دكتورة. أعزائي المشاهدين نتابع حوارنا مع الدكتورة فيولا مخزوم ولكن بعد هذا الفاصل. خبر عاجل، خبر عاجل. مروان زين الدين بيقدم فرصة استثنائية ما بتتكرر كل يوم. شركة بسعر $1 بس. ايه نعم، ما سمعت غلط، $1 بس. عم تسأل كيف؟ كل المطلوب منك تشارك بالمسابقة أو تدخل السحب الإلكتروني، والكمبيوتر هو اللي بيخلط الأسماء وبيختار الرابحين بكل شفافية. 6 شقق سكنية و800 متر أرض مقدمين كجوائز للمشتركين بالمسابقة. يمكن اسمك يكون من بين الرابحين، ويمكن حلم العمر يبلش من هون. من قطعة أرض صغيرة يبلش الحلم يكبر، ومن مشروع السلطان السكني بيبتدي مستقبلك. منعيد ومنكرر، استثمر $1 بس. انت مش عم تشتري عقار، انت عم تمتلك فرصة ذهبية اجت لعندك لحد باب بيتك. ما تضيعها وما تفرط فيها. اصنع مستقبلك بإيدك وخلي الحظ يشتغل لمصلحتك. مشروع السلطان السكني شعارنا جودة بالتنفيذ ومتابعة دقيقة وثقة بتكبر كل يوم. وين المشروع؟ بالبقاع الغربي، ظهر الأحمر، راشية. ويلا قوي قلبك وزيد عدد مرات اشتراكك ليتكرر اسمك أكثر بالسحب وتكبر فرصتك بالربح. مشروع السلطان السكني،
فرصتك الذهبية باتجاه مستقبل. احجز اليوم وما تتردد، وأرقام التواصل موجودة قدام. جيد. إذا نكمل حوارنا مع ضيفتنا الدكتورة فيولا مخزوم. دكتورة، اليوم في ظل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي يواجه المعلم جملة من التحديات. فينا نذكر بعض من هذه التحديات دكتورة؟ ايه اكيد. نحن صار عندنا مجموعه من التحديات، منها الاعتماد اذا بدك المفرط يعني على الذكاء الاصطناعي، لانه الخطر الحقيقي اليوم مش كيف بدنا نستخدمه للذكاء الاصطناعي، بل في يعني اذا بدك ما يفكر عننا، او يعني ما نستسلم كليا لهذا الموضوع، لانه فعلا في ناس عندها هواجس وعندها خوف، وما بدنا نضحك على حالنا. يعني بدنا نكون نحن يعني مثل ما ذكرنا دور المؤسسه والبيئه بدها تكون حاضره لهيدا المعلم، وبدنا نحن نعمل اذا بدك يمكن مثل مثل ما بيقولوا يعني خليه ازمه لهيدا الموضوع، لنقدر نعمل ورش تدريبيه، لنقدر نواكب، ليصير عندنا قدره انه نحن نعرف شو هي التطبيقات او الادوات اللي فينا نستخدمها تحديدا لحد ضمن المواد اللي نحن بنعلمها، شو هي التطبيقات الافضل اللي بتقدر تساهم بتنميه هيدي العمليه وتطويرها اكثر. كمان عندنا نحن الفجوه بالكفاءه الرقميه، لانه بنعرف انه عندنا في اجيال متفاوته من المعلمين موجودين بالمدارس وبالجامعات، لانه المشكله مش بس انه كيف بدنا نوصل للتكنولوجيا، يمكن اليوم الكل بيقدر يمتلكها، بس القدره على توظيفها تربويا بصوره فعاله، هيدي هي الفجوه اللي عم بنعاني منها. يعني المفروض مثل ما قلنا كمان ذكرنا باول الحلقه، ما ننطر حدا ياخذ من ايدنا لحتى نحن ننمي من هيدي المهارات اللي عندنا، لانه يمكن شوي نحن بعصر سريع وعم تتسرع الامور بطريقه اكبر ما انه نحن نعمل دوره وننطر نشوف حالنا اذا استفدنا منها او لا. يعني بدنا نكون عم نشتغل على حالنا ليل نهار مثل ما بيقولوا، لانه هيك صارت طبيعه الحياه. نحن مش عم نيأس العالم، ولكن هيك صارت طبيعه الحياه، خاصه انه الاستاذ هو اللي بيعلم المهندس والطبيب والمحامي والمبرمج، يعني هو اساس بكل هيدي الاجيال اللي بدها تنطلق لسوق العمل. كمان عندنا تغير المهارات اللي كانت موجوده عندنا. يعني نحن اليوم صار عندنا مفروض لنقدر نواكب انه يكون عندنا الهايبريد سكيلز، السكيلز اللي هي بتعتمد على التقنيات وعلى المهارات الرقميه، والمهارات اللي هي لا تؤتمت، يعني المهارات الانسانيه كنا ذكرناهم عشان ما ارجع ايضا من اول وجديد. هيدي كلها من التحديات اللي نحن عم بنعيشها، والبنية التحتية بلبنان تحديدا ضعيفة كتير، ونفتقر إلى التشريعات والقوانين، وهيدا شيء كمان بضرنا كتير. ولكن إذا بدنا نعطي هيك نترك شوي سيئات ونروح لنحول تحدياتنا لفرص، ممكن إنه نحن نتعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره شريكا مهنيا بيساعدنا باعداد الدروس وتصميم الانشطه. لما نلتزم باللي ذكرتهم قبل بصير واصلين نقدر نوصل لهيدي النقطه، وبيقدر يكون هو اداه ليعمل اناليسيس للطلبه اللي عندي موجودين بالصف. بقدر انا ساعتها كاستاذ بوفر الوقت اللي عندي، بركز اكثر على الخطه الدراسيه اللي بدي احطها، بركز اكثر على اني اعمل ابديت لهالتشابترز اللي بدي اعطيهم، بقدر اكثر يعني ابني علاقه انسانيه، ويكون عندي وقت اكثر لاهتم بالطلاب وشوف اذا عندهم مشاكل وساعدهم على حلها. طبعا المشاكل اللي بتتعلق بالامور الدراسيه والمدرسه بقدر استثمر اكثر بحالي انا، اطور من قدراتي اكثر لانه صار عندي وقت متوفر. كمان نوصل لمرحله انه فينا نعيد
تصميم العملية التعليمية لنسمح ليحس حاله الطالب أنه هو محوره، وأنه هو أصبح باحثا ومنتجا للمعرفة مش بس متلقي. اليوم إذا فعلا أنت بدك تنجح هيدا الجيل الموجود اليوم، بدك تاخد هيدا القرار أنه الطالب ليس متلقي للمعرفة، بل هو باحث ومنتج لها ليقدر يكفي كما يجب ويقدر يوصل لسوق العمل مرتاح. على مستوى التخطيط للدروس بمجالات التدريس، المعلم اليوم بده يكون عم بيراعي الخطة الدراسية، عم بيراعي الفروق الفردية، عم بيراعي أيضا الأداء المهني بحسب سياسة المدرسة. كيف بده يقدر يعمل توازن إذا بدك بين مواكبة عصر مواكبة الذكاء الاصطناعي وكل هيدي الأمور؟ يعني أنا كأستاذ بقلب الصف بدي استخدم الذكاء الاصطناعي لتلاميذ بفروقات فرديه، في تفاوت بالاداء، بقدره بفهم المعلومه الى اخره. شو هي الفرص اللي بيقدمها الذكاء الاصطناعي تقدر تحقق هذا التوازن؟ يعني إذا بدك اليوم في يعني الذكاء الاصطناعي بيدعم المعلم بتحليل إذا بدك أداء الطلبة من خلال الأساينمنتس اللي بيعملوها، من خلال هيدي العلامات، من خلال الإجابات على بعض يعني الأمور اللي بيكون عاطيهم إياها مثل الهوم وركس وما إلى هنالك. بيقدر يكتشف الأنماط والصعوبات التعليمية الموجودة عندهم من خلال هالفيدباك اللي بياخدوا من وراء هالأناليسيس اللي بيعملوا. ولكن صح انه مثل ما اتفقنا انه الاي اي اشتغل شغله، يعني جمع لي العلامات، جمع لي الاجابات، عمل لي اناليسيز لها، حط لي مستوياتهم، فرجاني كل واحد. يمكن انا بكون عم قيس مهاره التفكير النقدي، مهاره الابداع، مهاره التواصل الفعال، فور اكزامبلز من هالاساينمنتس اللي عملتهم من خلال هالماده اللي انا بعلمها. فبلاقي بيقسم لي الطلاب من هن يعني بالتدرج حسب السكيلز تاعولهم، لاعرف مين عنده ضعف اكثر من مين، او مين متقدم على مين بهيدي المهارات، فبصير بعرف حالي مين بدي ادعم اكثر بهيدي المهاره، ومين ممكن يساعد غيره كمان، لانه هي بتصير عمليه تشاركيه كمان ضمن الصف. ولكن مثل ما اتفقنا بيبقى تفسير النتائج التربويه لهالبيانات كلها وهالاناليسيز اللي عمله الاي اي هو للاستاذ، لانه الاستاذ هو اللي حط الهدف، وهو اللي حط الخطه، وهو الذكاء الاصطناعي هو اللي جمع الداتا، هو اللي عملها اناليسيس. هون شفنا انه نحن شركاء معه، وخفف عننا وقت وعبء انه نحن نجمع هيدي الداتا ونعمل لها اناليسيس. كمان من اهم الامكانيات اللي بقدم لي اياها اليوم الذكاء الاصطناعي قدرته على مساعدتي انا كاستاذ بالانتقال من نموذج التعليم الموحد لنموذج اكثر مرونه. نحن بنعرف قبل، خاصه جيلنا بيعرف انه كان الاستاذ يفوت على الصف لانه هيدي كانت الامكانيات وهيدا كان المنهاج. يعني ابدا الاستاذ ما مش هو اللي كان يعني عليه الحق او هو اللي يعمل هيدي المشكله، بالعكس يعطيه الف عافيه المعلم. اذا بنلاحظ بكل الازمات هو اللي عم يكون بالصفوف الاماميه، وهو اللي عم يكمل واجباته على اكمل وجه. ولكن نحن هيك تعلمنا انه بفوت الاستاذ بيشرح الدرس لكل الطلاب بنفس الطريقه، شو ما كانت الفروقات او درجه استيعاب الطالب بهيدا الصف. اليوم الذكاء الاصطناعي من خلال هالادوات صار اكثر مرونه، يعني بيراعي اختلاف هيدي القدرات الطلبه واحتياجاتهم وسرعه التعلم وسرعه التحصيل اللي عندهم، وبيقدر يقدم لي نماذج مختلفه لا خفف انا من هالفروقات الفرديه داخل الصف. يعني اذا بدك هون الاي اي مش بس بيساعد الطالب، كمان بيساعد الاستاذ بالوصول للمعرفه وتحليل الدراسات واكتشاف استراتيجيات تدريس حديثه، وايضا بخليه اذا بدك يعني بتحل الوقت اكثر مثل ما قلنا لينمي من مهاراته ويصير عنده تواصل اكثر مع الطالب. شكرا لك دكتورة على الاستفاضة القيمة بالحديث عن هذا الموضوع. نحن رح نتابع مع حضرتك، وكمان في أسئلة للمتابعين رح نتابع معهم من خلال أكيد الاستفسارات والأسئلة لإجابة من قبل حضرتك. ولكن هلأ نحن معنا مداخلة بالصوت والصورة مع نقيب تكنولوجيا التربية في لبنان السيد ربيع بعلبكي. يعطيكم العافية أستاذ علي، دكتورة فيولا، الله المشاهدين، يعافيك. أستاذ عطاء. مساء الخير حضرة النقيب. مساء الأنوار، الله يعطيكم ألف عافية.
كنا عم نحكي طبعا قبل المداخلة عن الذكاء الاصطناعي وعن المراعاة الفروق الفردية وكيف بيحققها الذكاء الاصطناعي، والمعلم كيف بيقدر يوجهها لحصول توازن إذا بدك بمجالات تخطيط الدروس. اليوم أنت من وجهة نظرك حضرة النقيب، شو هو أكثر خطأ يقع فيه المعلم عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي؟ ولكن قبل ما أفوت معك بأي سؤال، رح نتوقف مع هذا التقرير اللي هو تقرير بيعرض أهم إنجازات حضرتك، ومنتابع مع المشاهد. مجلس إدارة مركز تقنيات المعلوماتية المتطورة والعالمية لتكنولوجيا التعليم، نقيب تكنولوجيا التربية في لبنان، رئيس لجنة الابتكار ومركز ريادة المعرفة والأعمال في الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث، رئيس منسقية التعليم والابتكار في شبكة التحول والحوكمة الرقمية في لبنان، عضو مؤسس في تحالف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتكنولوجيا التربية، حائز على لقب مخترع من الاتحاد الدولي لمنظمات المخترعين آيفيا جنيف. جيد. أكيد يعني هيدي سيرة نتشرف فيها حضرة النقيب، ونحن لنا الشرف اليوم بالحديث معك عن موضوع معاصر اللي بيعيشه المعلم من تحديات وفرص للتطوير. أستاذ ربيع، نحن عم نحكي عن الأخطاء اللي بيقع فيها المعلمين عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. شو هو أكثر خطأ بيوقع في المعلم؟ تفضل. طبعا من ناحية الذكاء الاصطناعي، الدور اللي بيقوم فيه المعلم مختلف كليا عن الدور اللي بيقوم فيه التلميذ. يعني أنا ما عندي مشكلة أبدا إنه المعلم يروح بالذكاء الاصطناعي إلى أبعد الحدود، حتى بالاستخدام، بالاستنتاج، بالجينيراتيف اي اي، بالاسيستنت، بالايجنت. ما في عندي اي تعليق ولا اي مشكله مع الاستاذ. المشكله انه يتحول محوريه ومركزيه التعلم من التلميذ الى الذكاء الاصطناعي. هون الخطوره اللي ممكن يوقع فيها المعلم. وطبعا القوانين والمبادئ والقيام اصلا الايديولوجيات التربويه كلها تمنع انه نحن نتعلم من خلال آلة او نتعلم من خلال وكيل اصطناعي ذكي. ومش المفروض نحن نقبل، لا نقابيا نحن نقبل، ولا تربويا، ولا المسؤولين عن السياسات ووضع القوانين والسياسات بيقبلوا هذا الشيء. ونحن على كل حال فاعلين بهذا الموضوع وبالمرصاد له مثل اي دولة بالعالم. بالتالي ليه عم بحكي هيك؟ لانه اليوم الاستاذ الذكاء الاصطناعي لازم يوفر عليه، هو عامل، هو عمله في التعليم. يعني هو لازم يوفر عليه مثل اي اداه، يوفر عليه الجهد، الوقت، التعب بالتحضير، بالتصحيح المسابقات، تصحيح المشاريع، وكل هذه الامور. فانا بالنسبه لي لا اعتقد انه هناك مشكله مع المعلم من الناحيه قد ايه ممكن يغوص باستخدام الذكاء الاصطناعي. المهم يختار الادوات الصحيحه، الادوات اللي هي غير متحيزه، خاصة إذا كان عم نشتغل على مواضيع ثقافية ومواضيع إلى علاقة بالتربية على المواطنة الرقمية وإلى علاقة أكثر بعد باللغة العربية. فكل ما كان هناك استخدامات موجهة من قبلنا خاصة إلى مكانز اللغة العربية السليمة واللي هي بتسمح الحفاظ على ثقافتنا وبتسمح إنه نحن نستخدم الذكاء الاصطناعي من مصادر وموارد غير هجينة، فهذا شيء جيد. يعني هيدي بس الخطورة اللي ممكن مش بس المعلم مسؤول عنها، نحن تقنيا يعني جماعة تكنولوجيا التربية ومنتجي الذكاء الاصطناعي نحن مسؤولين عنه. وهذا الدور عم نقوم فيه مش بس بالنقابة، عم نقوم فيه كمان كاتحاد عربي للذكاء الاصطناعي بشكل تحضير كبير للمرحلة اللي جاية. مش هيك أخذنا مقر جديد لنا بقطر، لأنه أكبر سيرفرات اللي هي فنار لدعم اللغة العربية موجودة بالمنطقة العربية بقطر، اللي هي حتجمع ثقافات العالم العربي وحتجمع معاجم اللغة العربية من العالم العربي، ويكون في مكنز واضح لفلترة
الموارد بما يليق بمجتمعاتنا، حتى ما يكون في أي دخيل هجين ويصير عندنا معايير خطيرة ما بنقدر بعدين نتحمل عواقبها. وهذه مش مسؤولية المعلم وحده، برجع بقول، لأنه هذه مسؤولية مشتركة ما بين المجتمع المدني المتخصص، ما بين الدولة وسياساتها، ووضع القوانين من المجلس النيابي وأوسع على قطاع الدول العربية، وما بين أكيد المستخدمين من الناحية الريسبونسبل اي اي او الايثيكال اي اي. هلا كيف التطبيق؟ نعم تفضل. نعم، هلا كيف التطبيق بيتم؟ هون بتختلف الامور. نحن اليوم عم نتحول من تعليم قائم على المعرفه الى تعليم قائم على المشاريع والتحدي. هون الاستاذ بده يكون جاهز، هون له دور كبير بكل مرحله من المراحل. بمرحله الاستكشاف والبحث هناك ادوات خاصه يجب ان يستخدمها، وعلى كل حال الاساتذه مش هينين بهذا الموضوع على ناحيه البحث عم بحكي، خاصه بالجينيراتيف اي اي. اما لما بنوصل عن التصميم البروتوتايبس، هناك ادوات ذكاء اصطناعي مختلفه، لانه كل اللي قالته الدكتوره فيولا اللي انا بضم صوتي لها بشكل كثير كبير، انما عم بحكي من الناحيه العمليه كيف انا بجمع الديزاين ثينكينج حتى كل هالمهارات تتحول لكفايه عند التلميذ اللي هي كفايه الابتكار. انا هذه الكفايه اذا قدرت وصلت لها معناتها بقدر انه انفذ اللي عم بتقول الدكتوره فيولا، وبالتالي بقدر احول مجتمعي المستخدم للمعرفه الى مدير للمعرفه على الحد الاقل كاستاذ، والى منتج للمعرفه على الحد الاقصى كتلميذ. وهذا بيتم من خلال مهاره الديزاين ثينكينج، لانه هي بتخلينا نكون متعاطف بالدرجه الاولى مع الافكار ومع المبادئ اللي تعلمت عليها وانطلقت منها، وبتخليني احط بحث. هون بستخدم ادوات مختلفه من الذكاء الاصطناعي بكل نقطه وبكل محطه، كيف بدي اقدر انه ابحث عن الموضوع اللي انا حطيته اشكاليه او مشكله لتقديم حل لها، وبعدين اقدم له النموذج الاولي، وبعدين اشتغل على لينير انتراكتيف بروسيس، يعني برجع على الخانه الاولى والمربع الاول. في كل لحظه بحس انه يجب ان اطور بابتكاري، وهون الذكاء الاصطناعي كثير بيساعدني بالسيميوليشن وبالمحاكاه للنماذج الصناعيه، إن كانت سوفت وير او كانت هاردوير او كانت روبوتكس او مختلطه مع بعضها البعض. لانه ما ننسى انه الذكاء الاصطناعي ليس بداتا فقط، داتا هي غذاء، ليس فقط يعني داتا توليديه، هناك استشعارات، هناك توأمة رقميه، هناك اليوم اي اي ايجنتس يستطيع القيام بالكامل بادوات من خلال تنفيذها بديله عن الانسان بقطاعات مختلفه، ولكن لا يستطيع القيام بها عن المعلم الا اذا المعلم سمح له بذلك. يعني سمح له بذلك ان تنازل عن دوره كمربي وكموجه للمشاريع وكمحور للعمليه التعليميه. وانا هون بحط نقطه كثير مهمه، اذا كانت الثوره الصناعيه الثالثه اخرجت عمليه او محور مركزيه التعلم من المعلم، فالمعلم الان لديه القدره باستخدامه الحكيم للذكاء الاصطناعي ان يعيد دوره في عمليه المركزيه التعلم لديه، والا سيفقد المعلم والمتعلم هذه المركزيه وتذهب الى الذكاء الاصطناعي الدخيل، وتذهب الى الذكاء الاصطناعي الوكيل الذي سيحل مكانهما. وهذا شيء خطير جدا، لانه سيمنع التلميذ ان يكون مفكرا ناقدا كما قالت الدكتوره فيولا، وسيمنع ان يكون مبتكرا وان يصل الى مرحله انتاج الابتكارات وانتاج الذكاء الاصطناعي بما فيه كل عناصر الثوره الصناعيه الرابعه، اللي هي تدخل بشكل اساسي تحت اطار ستيم بتواصل ما بين المعرفه وتحويل هذه المعرفه الى حقيقه الى حلول ابتكاريه تؤدي الى خدمه المجتمع من نواحي كافه. وهنا نقطه جدا مهمه، اذا المعلم بيقوم بدوره بشكل سليم بما تقدمت به الدكتوره وبما اشرحه الان، نكون نحن امام تعليم ابتكاري بامتياز. وهذا التعليم الابتكاري هو بنفس الوقت عمليه توجيه ذاتيه للتلميذ باختياره للمشاريع والتحديات التي يقوم بها من خلال استخدامه للذكاء الاصطناعي ولعناصر الثوره الصناعيه او الثوره المعرفيه الرابعه. يعني هذا بشكل اساسي اللي بحب انا ضوي عليه. اليوم دورنا كثير كبير، نحن بمرحله انتقاليه، بعرف انه حيكون عندنا ريزيستيف، بعرف انه في كثير اساتذه حيخافوا، بس كمان نحن بنفس الوقت عم نشتغل انه يكون في اي اسيستنت هو مرافق قرين للتلميذ ومرافق قرين للمعلم. وهون بيلعب الدور الذكاء الاصطناعي بشكل مميز، نسميه القرين الرقمي او القرين الذكي،
وبالتالي هذا الاي اي اسيستنت او القرين الذكي اذا كان مبرمج عبر ثقافتنا وعبر معطياتنا الخاصه وعبر مناهجنا الحديثه اللي هلا وضع لها اطارها العام واسمحت بالتنفيذ عبر كان سلم المهارات او عبر الاهداف اللي مطلوبه بالحلقات. فبالتالي هيدا المصدر الاساسي اللي نحن لازم نعتمد عليه، هذا الاطار الخاص، بدنا نضل عيننا على التطورات والا بنخرج من السباق وبيكون وضعنا ووضع خريجينا جدا خطير لناحيه المعلم، لانه تركيزنا عم بيكون على المعلم بهذا النقاش، وبالتالي هذا ابدا مش مطلوب. حنشهد في الايام القادمه تركيز على اخلاقيات الذكاء الاصطناعي، على حكمه المعلم في استخدام الذكاء الاصطناعي، وعلى نقل هذه الحكمه الى تلاميذه بشكل مثل ما قلت تحدي، لانه من خلاله سيقوم التلميذ بتوجيه ذاتي لمستقبله حول مهنه وتحدياتها، لانه الذكاء الاصطناعي هو محرك لكافه القطاعات. فبالتالي قدران انا احول المواد التجريديه الى مواد تطبيقيه عبر تقاطع هذه المواد، حتى يقدر انه ينتج الكثير والكثير من نماذج الابتكار اللي هي بتتيح له تثبيت معرفته من خلال الابتكار والمهارات المطلوبه بالديزاين ثينكينج، وبالتالي الى التحول الى الرياده. وانا بعرف الدكتوره فيولا قد ايه كان هذا الموضوع بهمها، انه كيف نحن نطلع طلاب رياديين. وانا بقول لكم وما عم بالغ، المدارس ستتحول بيئتها الى بيئات اقرب الى الجامعه، والجامعات ستتحول بيئه الجامعات الى بيئه اقرب الى الحاضنات الرياده والابتكار، وهذا سنشهده قريبا وليس بالزمن البعيد. يعني عم تحكي عن تحول جذري وفظيع طبعا بالعالم. هيدي طبعا. خطوة رح تغير العالم بأكمله، رح تغير نظرة نظرة الأفراد أو الكوادر التعليمية للتعليم بحد. يعني فينا نقول حضرة النقيب إنه التعليم ما بيغير بس طريقة التعليم، بل دور المعلم هو بده يتغير أيضا. يعني أكيد. يعني مقاربة بين الاثنين. شكرا لك حضرة النقيب. عندك أي شيء بتحب تضيفه أو تحكي عنه؟ أنا بس بدي أتشكركم على البرنامج الرائع، وبتمنى إنه عن جد كلنا نكون إيد وحدة عم نحول الأفكار إلى طروحات لمشاريع، ونحن حاضرين. وبتعرف الدكتورة فيولا وبتعرف الأستاذة عطاف إنه نحن قدرانين إنه نحولهم إلى إطار قانوني وندعمهم تشريعيا من خلال مجلس نوابنا، ليكون نحن سباقين كمان برفع الجلوبال انوفيشن اندكس او الرانكينج للبنان على المؤشر العالمي للابتكار، لانه التعليم الابتكاري هو سيكون سيد الموقف مع الذكاء الاصطناعي القادم. شكرا لكم. شكرا لك. كان معنا السيد ربيع البعلبكي، نقيب تكنولوجيا التربية في لبنان ونائب الرئيس للاتحاد العربي للذكاء الاصطناعي والبرمجة. وجودك قيمة مضافة حضرة النقيب، نشكرك على حضورك معنا في هذه المداخلة. دكتورة فيولا، من خلال أكيد اللي سمعتيه بالمداخلة، شو قراءتكم لما طرح فيها؟ حقيقة كل اللي تفضل فيه النقيب بعلبكي نحن واصلين له أكيد وبالمستقبل القريب، وإن كان البعض يعني بيرفض الفكرة لأنه بطبيعة الإنسان كل شيء جديد بينقذ منه وبيخاف، وعندنا مقاومة نحن دايما كبشر للتغيير، يعني لأنه شوي هيك الروتين بيتغير، وخاصة نحن بلبنان صراحة علينا كتير ضغوطات، ولكن للأسف نحن ملزمين بلبنان مع كل الضغوطات اللي عم نعيشها والأزمات المتتالية والحروب المتتالية، كمان بدنا ننهض من تحت الركام وبدنا نكفي حياتنا بهالوتيرة السريعة لنقدر لأنه لقدام شوي أو هلأ يعني نحن عايشينه الشهادة الجامعية ما بقى لها أهميتها غير هي إنك أنت معك شهادة جامعية بالاختصاص الفلاني، ولكن إذا ما كان عندك أفكار إبداعية جديدة، إذا ما كان عندك قبول للتعلم المستمر والتطور المستمر، ما حيكون لك مكان بسوق العمل. وهيدا الأخطر. قبل الشهادة الجامعية كانت تعيش مع الأشخاص من 5 ل10 سنوات، يعني اللي تعلموه بالجامعة يستخدموه شي 10 سنين لقدام، كانت تضل المعلومات والمعرفة هي ذاتها.
اليوم انت وعم تتخرج من سمستر لسمستر عم تتطور هيدي المعرفة وعم نزيد عليها وعم نغير فيها وعم يتغير كتير بأشكالها وأنواعها. كرمال هيك يعني نحن حنضل بعملية تعلم مستمرة مدى الحياة، لا نتقاعد ونقول انه نحن ما بقى لنا دور بسوق العمل شو ما كانت طبيعة المهنة اللي نحن رح نكون موجودين فيها، وهيدا هو الأخطر. كرمال هيك اليوم الجامعات من الضروري انه تعيد قراءة وتعريف لدورة ولمناهجها لتقدر يعني تواكب ويواكبوا طلابها هالسباق القوي كتير مع الذكاء الاصطناعي. شكرا لك دكتورة. سنعاود الحديث معك دكتورة فيولا مخزوم في الفقرة الأخيرة من البرنامج يلي هي بترتبط بمتابعة أسئلة المتابعين واستفساراتهم وأيضا أسئلة المعلمين، ولكن بعد هذا الفاصل. إذن فاصل إعلاني قصير ونعود. تتخيل الإعلامية تايم نيوز لبنان تمنحك فرصة الظهور كما لم يرك جمهورك من قبل. مقابلة مصورة احترافية تنفذ في مكتبك أو منزلك براحة تامة وبفريق عمل يقدم مستوى راقيا من الإخراج والتصوير. تظهر حضورك، تبرز رسالتك، ونقدم لك محتوى يليق بمكانتك ويعيد تعريف صورتك أمام جمهورك. هذه المقابلة ليست مجرد فيديو، إنها منصة ترويجية لاسمك، لنجاحك ولرحلتك. فريقنا المتخصص يتولى كل التفاصيل مقابل بدل أتعاب مناسب يغطي الجهد والإنتاج والانتقال إليك أينما كنت. إذا كنت شخصية عامة، صاحب خبرة، صاحب مشروع، قائد رأي، فنحن جاهزون لنجعل قصتك تروى بالصوت والصورة بأعلى جودة وبأسلوب مميز يجذب الجمهور ويضاعف ظهورك. للحجز والاستفسار تواصل معنا الآن ودعنا نحجز لك موعدك الخاص عبر رقم الواتساب. إذا نتابع أعزائي المتابعين معكم ومع الدكتورة فيولا مخزوم. أكيد الأسئلة رح تظهر على الشاشة. دكتورة، رح نكون عم نتابع أسئلة المتابعين ضمن الحلقة ذاتها وأسئلة المعلمين يلي كانت مخصصة أو موجودة رح يتم طرحها عليك تباعا. سؤال اليوم مع السيدة سحر الخشن، من وجه لك تحية سيدة سحر. تقول: إذا عدنا بعد 5 سنوات كيف تتخيلون شكل الحصة الصفية وما الدور الذي سيبقى للمعلم مهما تطور الذكاء الاصطناعي؟ دكتورة فيولا رجاء ولكن باختصار لو سمحت. اوكي، اختصر قد ما في. نحن ذكرنا خلال هيدي الحلقه انه في مهارات اساسيه هي المهارات الانسانيه الموجوده عند المعلم، ولا ممكن حدا ياخذ الدور محله. هي طريقه الحكم واتخاذ القرار ووضع الخطه والاهداف، وايضا التفاعل مع الطالب واثاره الفضول العلمي عنده وتحفيزه لحتى يكمل هيدي المسيره. هيدا الدور حيضل يلعبه المعلم حتى لو كان في روبو بشري واقف حده عم يشرح بالصف ويحكي ويعطينا الاكسرسايزز اللي نحن بدنا نعملهم كطلاب. هيدا الدور الاساسي حيضل محافظ عليه المعلم، لانه الحدث واليقين والقيم والوعي هيدي صفات ربنا كرم الانسان فيها وطريقه التفكير وفضلوا على سائر الكائنات، فحتضل موجوده عنا لنقدر نحن نكفي. جيد، شكرا لك. بنتابع سيدة عطاف رجاء مع السيد فادي اسماعيل المدير التنفيذي للشبكة الإعلامية. سيد فادي، كل الشكر لك وكل التقدير على هذه المداخلة. بتعليق بيقول سيد فادي: بحال استخدام الذكاء الاصطناعي بكل أمورنا اليومية وبكافة المجالات، هذا الأمر من خلال وجهة نظرك أليس هذا الاتكال على الذكاء الاصطناعي ما يؤدي إلى تحطيم العقل البشري وعدم استخدام العقول؟ يطلب منك توضيح هذا الأمر.
طبعا بطبيعة الحال إذا نستخدم الذكاء الاصطناعي من دون ما نعتمد على عقلنا أكيد هيدا حيوقف عملية التفكير عنا وحيوقف عملية تنمية أيضا المهارات المتعلقة بعملية التفكير. وحيكون نحن حنتحول لآلة عم ناخد يعني إذا بدك يمكن التعليمات والأوامر من الذكاء الاصطناعي لحتى نقدر نتابع حياتنا. وحتى ببعض يمكن تفاصيل اللي هي ما بدها ذكاء اصطناعي ولكن بتكون عملية التفكير عنا تعطلت بالكامل. كمان هيك إذا كان عندنا هيدا الوعي وهيدا الكالتشر إنه يكون هو شريك لنا وأداة للمساعدة لحتى نختزل من الوقت وحتى نخفف أخطاء، فهو بيكون أداة فاعلة ونحن بيضل عنا الدور القيادي الأساسي لنقوم بكافة تفاصيل حياتنا. جيد. هل من أي نعم إذا أيضا سؤال جديد لسيدة سحر، سنتوقف عند هذا السؤال لنكمل بأسئلة المعلمين. تقول السيدة سحر الخشن: كيف يمكن للمعلم توظيف الذكاء الاصطناعي؟ رجاء باختصار دكتورة فيولا، كيف يمكن للمعلم توظيف الذكاء الاصطناعي بحيث ينعكس استخدامه بصورة مباشرة على مخرجات الحصة ونواتج التعلم، لا أن يكون مجرد وسيلة تقنية جذابة؟ نحن مجرد ما نقول بدي استخدم اليوم انا اي اداه من ادوات الذكاء الاصطناعي بده يكون عندي هدف منها. مجرد ما انا احط هيدا الهدف واعرف شو بدي منه وانا شو بدي احسن عند الطلاب بقدر اكون عم باخذ النتيجه المرجوه من ذلك. ما بتكون هيدي الاداه مفيده لإلي ولا للطالب الا اذا كنت انا حاطه هدف من خلال استخدامها وانا فعلا عم بقدر اربط هيدا الهدف بهيدي الاداه. جيد. نتابع مع أسئلة المعلمين أكيد من دون التصريح عن أسمائهم. لابد أن تكون موجودة على الشاشة سيدة عطاف. جيد. إذن السؤال الأول، أكيد أنت استفدتِ وأجبتِ عن الأسئلة، ولكن نحتاج إلى إعادة تذكير لبعض المشاهدين وخاصة المعلمين. أنا سأحاول هيك بشكل سريع بجملة الإجابة عن الأسئلة الآتية. الأسئلة هي ثلاثة. أولا، السؤال الأول: هل من المتوقع أن يأتي يوم ويحل الذكاء الاصطناعي مكان المعلم؟ أنت أجبتِ خلال الحلقة ولكن تذكير بسيط. ابدا ما رح يحل الذكاء الاصطناعي مكانه للمعلم، بس بده يغير طبيعه عمل المعلم بشكل جذري لانه الذكاء الاصطناعي بيتولى بعض المهام مثل ما قلنا الروتينيه مثل اعداد المسودات، تحليل البيانات، توليد المحتوى، ولكن لا يستطيع ان يحل محل الدور الانساني للمعلم في بناء العلاقه مع الطالب وفهم احتياجاته وتوجيهه ايضا فكريا واخلاقيا. جيد. أيضا أحدهم يذكر ويطرح السؤال: هل من طريقة يستطيع فيها المعلم اكتشاف واجب التلميذ أنه لم يؤخذ من الذكاء الاصطناعي؟ هيدا أهم سؤال حقيقة لأنه هيدي هي اللي كمان نحن بدنا نربطها اليوم بالملكية الفكرية، لأنه هيدي الملكية الفكرية هل هي للطالب أم للذكاء الاصطناعي؟ وهيدي من أكبر التحديات اللي عم بتواجه العملية التعليمية اليوم، خاصة بمراحل الدراسات العليا بالماجستير والدكتوراه، لأنه اليوم ما عندنا أداة قادرة تكشف استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي بأعمال الطلبة بدرجة دقة مطلقة. في عنا طبعا برنامج الترنت ان، ولكن عم يضل يعني بقى عنا بعض الاحتيالات اللي ممكن يستخدموها للأسف. يعني الإنسان بضل يسعى له بهيدي الأسلوب و يعني بيكون من الصعب كشفها مبدئيا، ولكن إذا في يستفيد شوي لأنه السؤال كتير مهم حقيقة إنه يعني أنا اليوم لأقدر إذا بدك ميز إذا هيدا الطالب عم يعمل هيدا يعني هالارتكل او هالبروجكت هو او اخده كليا من الذكاء الاصطناعي، بقدر انا دربه انه يكون عنده يعني لحتى هو يكون اذا بدك متقن مهاره كتابه البحث العلمي، وتكون الذكاء الاصطناعي مجرد أداة عم يستخدمها ليساعده مش ليعتمد عليها. ممكن أنا أكون عم دربه على العصف الذهني، عم دربه على تحسين الصياغة،
لحتى هو يقدر بالمستقبل يستخدم ادوات الذكاء الاصطناعي لهيدا الهدف بطريقه يعني يتفاعل معها مش يعتمد عليها كليا. فهيك بيكون الذكاء الاصطناعي داعم له، مش يعني عم بيحل، مش عم يلعب دوره بالكامل. كمان بدي اعلم الطالب كيف يقدر يعرف انه هالريفرنسز هدول المراجع الرقميه اذا هن حقيقه او لا، انه يتاكد منهم ويكون عنده هيدا اليقين انه كل ما كان عندي انا مرجع مش حقيقي بالبحث عم بضعف انا من القيمه العلميه لهيدا البحث اللي بينعكس على شخصيتي، وبكون انا عم اقدم يعني عمل مش مزبوط ومنه اخلاقي للطلاب اللي جايين من بعد اذا هن بدهم يعتمدوا عليه او بدهم يقروه، لانه اليوم كل توبيك انا بقدمها هي ريفرنس لطالب جاي من بعدي. فكل ما انا هيدا الكالتشر نميتها اكثر بذهن الطالب انه بده يتاكد من المراجع الرقميه، بده يعمل عمليه عصف ذهني مع ويكون بيعرف كيف يعمل هيدي العمليه مع الذكاء الاصطناعي، وانه الذكاء الاصطناعي بيقدر يحسن لي من الصياغه، بس في عبارات صار كثير بكررها ادوات الذكاء الاصطناعي، يعني صار مفضوحين اللي بيستخدموها صحيح. بطريقه. فهون كمان بدي اقول له ينتبه انه مش هيدي العبارات النمطيه، اذا بده يعمل اعاده صياغه بيقدر يعمل اعاده صياغه اكيد، ولكن يطلع كمان يعرف كيف يعمل له الامر للذكاء الاصطناعي، مش يكون بهيدا النمط اللي بيستخدموه يعني كل العالم، لانه هو اذا عم يعتبر حاله باحث بده يكون مميز بطريقه حتى طرح الاسئله على الذكاء الاصطناعي. وهو اكيد رح يعرف بطبيعه الحال من خلال مستواه، ما هو اكيد عنده يعني كشف مسبق عن قدراته والى ما هنالك، وحيعمل هيدي المقاربه وبيقدر يكتشف على مستوى اذا ما في شيء ثابت ليقدر يكتشف. ولكن مثل ما حضرتك قلتي، شكرا لك. رح نتابع بعد بسؤال اخير، ولكن ببساطه وباختصار قبل ما اختم الحلقه، لانه استفدنا وحلقه ما شاء الله مدت وكثير، ولكن هذا الشيء بيشرفنا لانه الموضوع كتير حلو ومميز وعن جد يحتاج الى نقاش مطول. سؤالي الاخير باختصار احدهم يقول: شو هي النصيحه يلي بتوجهيها اليوم للمعلم للاستفاده من الذكاء الاصطناعي بدون ما يحس انه الذكاء الاصطناعي هو مصدر خوف او قلق لإله؟ نصيحه باختصار بسيط. اوكي، نصيحتي الاولى لكل معلم اليوم انه ما يشوف الذكاء الاصطناعي باعتباره تهديد لمكانته ووجوده بالمدرسه، بل باعتباره فرصه لتطوير ممارساته يعني المهنيه، لانه الذكاء الاصطناعي لن يلغي ابدا دور المعلم، لكنه سيعيد مثل ما قلنا تشكيل هذا الدور. فالمعلم الذي كان يركز فقط على نقل المعرفه سيصبح اكثر تركيزا على تصميم مثل ما قلنا كمان قبل تجارب التعلم، تنميه التفكير النقدي، بناء شخصيه المتعلم. اختصرت كثير. جيد، شكرا لك. نحن كان لنا الشرف بحضورك اكيد، ولكن نحن بحاجه لانه يعني نختتم الحلقه. بجدد الشكر لكم اعزائي المشاهدين، كل من تابعنا بحلقتنا لليوم، وكل التقدير والشكر لك دكتوره فيولا مخزوم على حضورك معنا وعلى الزخم الكبير من هالمعلومات القيمه، وكان لنا شرف الاستفاده من رؤيتك العلميه والمعرفية والأكاديمية المعاصرة لواقع المعلم في زمن الذكاء الاصطناعي بحلقتنا لليوم. الكلمة الأخيرة لإلك دكتورة قبل ختام الحلقة، تفضل. استاذ علي، انا بدي اشكر حضرتك طبعا على كل المجهود اللي بذلته لنطلع بهذه الحلقه اليوم، يعطيك الف عافيه. حقيقه اللي ورا الكواليس بيتعب يعني وبيقدم مجهود كبير لتنجح الحلقه اللي بيكون مدتها 60 دقيقه، ولكن هو بيكون عنده اسبوع عم بيحضر وعم يتعب وعم يركض لتطلع الحلقه ناجحه. يعطيك الف عافيه. وبدي اتشكر كل شخص كمان واكبنا اليوم كمان من وراء الكواليس لنطلع على الهواء، ولسيد عطاف وللجميع، ولكل المشاهدين وللاساتذه اللي هن عم بيتابعونا. حضورك شرف لنا، على أمل أكيد بلقاءات جديدة وبمواضيع جديدة. دكتورة فيولا، شكرا لك على حضورك وكلماتك. أعزائي المشاهدين، حلقتنا لليوم انتهت. بيتجدد الموعد مع ضيف جديد وموضوع جديد من هواجس الأسبوع القادم السبت 25 تموز الساعة 9 المساء. كونوا على الموعد. إلى اللقاء.